زي ما قلت لكم احتياجاتكم كلها عندي النهارده. انا بسلم لدكتور احمد علاء البوكسات بتاعه كلابه. البوكس المتر و80 اللي هو العينين، بوكس تاني متر و80 اللي هو برضو العينين، بوكس اللي هو المتر وربع اللي هو انت تقدر تحط كلبك جوه البوكسات دي، ما يعرفش الكلب ينام على حمامه، كلب في نفس الوقت يبقى مبسوط، مفيش اي مشكلة ليه. الحديد ده مجلفن، ما بيشيلش بكتيريا، ما بيعملش صدى، ما بيخليش الكلب انه يتعور. تمام. في نفس الوقت ما بيرتخيش الأربطة للكلب، سواء جرو أو كبير. حبيت تحط فيه كلب كوكيجن هيقعد، حبيت تحط فيه كلب ميني زي الكلاب البوميرينيان والبج واليوركشاير برضه هيبقى كويس. في نفس الوقت احنا عاملين كمان الفواصل ضيقة جدا جدا، بحيث ان الكلب لما يدخل بقه او ايديه ما يبقاش فيها مشكلة، وما ينحلش الحتة دي ولا يعورها، ما يبقاش عرضة لأي كلب تاني. حتى في الفاصل اللي هو من كلب الكلب ما يبقاش عرضة، لأن كلب لو جنبه كلب شرس ما يبقاش عرضة إن هو يمسك في بقه أو يمسك فيه أو يعوره. أنا حبيت بس إن أنا أشارككم كل التفاصيل، إن أنا بقول لك أنا عندي كل منتجات الكلاب من A to Z، من أول الدراي لحد البرودكتس بتاعت الكلاب كلها، وبوكسات الكلاب. عندي جرومينج، عندي استضافة، عندي كمان ده الجديد الإضافة اللي أنا ضفتها، إن أنا عندي مصنع أكل دلوقتي. أقدر أخدمك في ده، هتفيد كلبك جدا جدا جدا. وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرم وأفرجكم الوجبة عاملة إزاي، وشهية الكلاب عليها عاملة إزاي، والتست هيكون على كلابي أولا. سلام.